يلا بينا فكرة جديدة لإعادة التدوير. نعمل كسوة للمروحة. تخيّلت إن أنا أعمل شكلها هيئة شجرة، وطبعًا بننفّض بقى تنفيضة العيد الحلوة. وقُلت الجلابية يعني اللي عندي دي أنا مش محتاجاها، قصّيت منها دوران قطر كامل للمروحة أغطي بيه. ولو حضرتِك ما عندكيش اللون الأخضر بالذات يعني، ممكن تشتري قماش من السوق، حاجة خفيفة كده من قماش البطاطين، مش مهم قماش يكون قماش غالي. المهم أنا رُحت قايسة القطر بتاع المروحة. لفّيت كده من ورا المازورة، لفّيت القطر كامل من ورا كمان، وحطيت على طرفه أستك، إحنا مش عايزين أكتر من كده. بالنسبة بقى للشكل نفسه اللي أنا عايزة أعمله ديكور، أنا تخيّلت إن أنا أعمله شكل شجرة. آآ استهوتني كده الحكاية، فقُلت أجيب خيط أخضر لونين، 3، كام درجة كده من درجات الورق بتاع الشجر الأخضر. أهو أنا كدهوّة لفّيت المروحة بالأستك، القماشة نفسها بالأستك ولبّستها للمروحة. آجي بقى على الوش، ألِف على صوابعي كده الخيط كام 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 لفة عشوائي كده، وأجيب المسدس الشمع وأبدأ ألزقهم جنب بعض، جنب بعض متقاربين أوي يعني، بحيث إن إحنا نقفّل الوش خالص، ويدّينا الإحساس إن الشجرة إيه، قدّامنا مليانة. أنا باورّيكم كده إن أنا إيه، مغطياها من ورا خالص. تيجي قدّام هنا أهوّة. باحط الخيط ورا بعض قطعة، قطعة بالزقه بالشمع كده بمسدس الشمع في إيديّا على طول، وبالزق وباحط، بالزق وباحط، ثبّتي إيدِك عليه شوية عشان إيه، يثبت ويتقل. مليتها خالص أهي للآخر، وأدي شكلها النهائي، وأدي كسوتها أهي باورّيكم تاني، إن أنا إيه، أخدت الدوران كامل بالمازورة وعبّيت على طرفه أستك. سهلة أوي، إحنا مش عايزين أكتر من كده. هي الشغل كلّه في إنِّك تجمّعي الوش من قدّام بالشكل المليان ده. هنا بقى بتجيبي جيبة عندِك، حتّة قماشة، أي حاجة، طرحة مش مستخدماها، أي حاجة بُني. أنا قصدت إن أنا أعمل كدهوّة قصّات فوق بعضها وأكشكشها كده عشان تدّي فرشة إيه، شكل الشجرة وهي نازلة على واسع تحت. عملت لها رباط وربطتها كده. من تحت بقى قصّيت القطر ده برضه أخدت مقاسه، جِبت حتّة من التقيل وحتّة من اللي هو البُني، لإن كان خفيفة قماشة البُني دي. حطيتهم على بعض كده، ممكن 2 من البُني، ممكن 1 بس، براحتِك بقى على حسب القماشة في إيديكِ. ورُحت شاقاها من النُص ونازلة مركّباها كدهوّة على الدوران من ورا، وبأي حاجة برباط صغير أو تسيبيها كده مش مشكلة، المهم إن أنتِ ييجي لِك الإحساس إن شجرة واقفة جنب منِّك، قطعة ديكور أهي في البيت. ويا رب تكون عجبت حضراتكم، وكل سنة وأنتم طيبين.